شباب ايفون تحكم بالمؤبد في جريمة اللي هو ما ديرهاش. القصة ديالنا مع واحد الشاب مغربي مقيم في بلجيكا. شاب كجميع الشباب، شاب باش يحسن من ظروف العيش ديالو. شاب تقريبا 15 سنة هو ساكن في بلجيكا. كيجي كأي مهاجر مرة في الصيف ولا جوج المرات ولا ثلاثة. السيد كافح وناضل، انتظر الوريقات ديالو، حسن الوضعية ديالو، وبقى كيجي يشوف العائلة ديالو في المغرب مرة في العام. بعض المرات كيجي جوج المرات، كل مرة وقتاش. ولكن هاد المجية اللي جاي فيها المغرب ما كانش كيحسب ليه غيوقع له كاع هادشي هذا، مع العلم انه كان في المغرب دوز واحد الشهر، تعرف على واحد البنت وكان حددو التاريخ ديال الزواج. مشى طلع لأوروبا، هبط ما كملاش 20 يوم رجع عاوتاني. هاد الرجعة هادي تما اتوقع ليه الصدمة ديال العمر ديالو. جاي من بلجيكا بالسيارة ديالو، كيف كنعرفو الطريق كتكون طويلة، والمهاجرين ديالنا اللي كيجيو من أوروبا كيوقفوا في الطريق، كيشربوا قهوة، كيتغداو، كياخدوا لوطيلات باش كيقسموا الطريق، لأن باش تصوب واحد المدة ديال يومين ولا 3 أيام من بلجيكا حتى المغرب كتكون شوية صعيبة. هاد الشاب ديالنا كيجي مرة وكيوقف في ستاسيون ولا في شي غابة وكيصوب الماكلة ديالو كيرتاح. قطع فرنسا، قطع جميع الدول اللي في الطريق ديالو حتى وصل لإسبانيا. ما بقى له والو على المنطقة اللي غيركب فيها الباخرة من إسبانيا ويجي للمغرب. بقات له تقريبا واحد 500 ولا 600 كيلومتر. وقف واحد الغابة، تما وقف، توضا، صلى، دار واحد القميلة كيطيبها في ديك الغابة، فضل أنه ما يوقفش في الستاسيون. ولكن ديك الغابة هو ماشي شكون فيها. تما فين واحد الشخص كان داير واحد الجريمة، كان قتل واحد البنت عندها شاب إسباني. قتلها وحيد ليها الحويجات اللي عندها كاملين، فلوس والتليفون ديالها وكلشي. السيد بغى يبعد عليه تهمة ويتهرب من الجريمة. اللحظة اللي غيخرج منها من الغابة كيشوف هاد المغربي هذا، كيشافو طالب الموسيقى وحل البيبان ديال الطوموبيل وكينصب في الطاجين ديالو وجالس بخير وعلى خير. بقى حاضيه حتى المغربي ديالنا سالا وجمع الباكتاج ديالو وقال السيارة ديالو ديماراها باش غيمشي للباخرة. أجنبي بقى حاضيه، الإسباني بقى حاضيه. صافي قال هذا غالبا مغربي غيمشي للباطو، غيقطع الورقة ديال الباخرة وغيقطع باش يمشي للمغرب. قال هاد الشخص هذا اللي ممكن أنا نلصق فيه الجريمة، ولكن كيفاش؟ هنا كطيح في بالو واحد الخطة جهنمية. هو صفر التليفون ديال البنت، تليفون نوع ايفون، اخر ما كاين في الايفون في ديك الوقيته ايفون 13. هادشي اللي كنعاودو عليه دابا يكون واحد 5 سنين ولا 6 سنين دابا باش وقع هادشي. السيد عارف المود باس ديال لايكلود ديالها، عارف كلشي، فورماطا التليفون، دارو في الجيب، بقى تابع المغربي. حتى الاخر عنده سياره. المغربي قطع البيي ديال الباطو، حتى هاد القوري هذا قطع البيي ديال الباطو وبقى من موراه. الهدف ديالو هو انه يبيع ليه داك التليفون يبقى عنده. مبقاش التليفون واخا تبدلو لايكلود ولا تبدلو المود باس ولا جيميل، كتبقى ديك لادريس اي بي اللي كيتبعوها بالجي بي اس، كيشوفو التليفون فين كان وفين وصل. فعلا مقوري داكشي اللي دار، فورماطا التليفون كيف قلت ليكم باش يبيعو لاي واحد. التليفون باش ما كيكونش فيه لايكلود ممكن اي واحد يشري منك، ولكن هاد القصة هادي كتبين لنا اننا ما نشريو من حتى شي واحد الا وانه الا كان ثقة. حتى الا بغيت نشري من شي واحد، على الاقل كناخد منه نسخة من البطاقة الوطنية ديالو ولا الدليل انه باع ليا. تكون شي ميساجات في واتساب ولا نسجل ابيل ولا حتى نوثق ديك اللحظة كاع فاش كنبيع له التليفون ولا فاش كنشري منه التليفون. عفوا ما عليناش. القوري قطع حتى هو البي ديال الخيرة كيف قلت لك، وبقى لاصق داك المغربي من البعيد. والباطو ما بين اسبانيا والمغرب ما كياخذش بزاف، 2 حتى ل4 ديال السوايع، 5 ديال السوايع كأبعد حدود، يعني ما كياخذش الوقت بزاف. بقى حاضيه حتى طلع للباطو، بلاصة لاخر الطوموبيلة ديالو، بقى حاضي المغربي يخرج للسطح ديال الباخرة باش يكمي ولا يتصور. القوري بقى حاضيه. واحد اللحظة جا بقى
وقف حداه بحال ما كاين والو. طلب منه بريكه، عطاها له وبدا كيهضر هو وياه. انا الكوري فتح مع المغربي الهضره، زعما كيهضروا برشلونه ولا ريال مدريد وكذا، بداو كيتناقشوا على الكره. وهذه هي زعما موضوع اللي غيتذكر فيه اي واحد واخا تكون ما كتعرفوش، خصوصا الرجال. ممكن انك تبدا حوار مع الرجل غير الا جلستو في طاكسي ولا تمشيتو في الطريق بجوج ولا شي حاجه، بدا كيهضر هو وياه. هنايا الكوري بدا كيقول ليها ودي راه انا هبط للمغرب ولكن راه ما عنديش فلوس وكذا وهادي. واش كتعرف شي واحد كيشري التليفونات في المغرب؟ انا بغيت نبيع واحد التليفون ديالي ايفون 13 مازال نقي ومازال جديد وما فيه حتى شي حاجه وما فيهش لايكلود. هنا قال له المغربي هبط لطنجة ولا للناظور ولا فين ما بغيتي، فين ما غنوقفو ديك الساعه سير بيعو. هنايا الكوري قال له انا ما عنديش فلوس حتى ديال المازوط وكذا. المغربي قال له ماشي مشكل، نعطيك انا واحد 50 ولا 100 يورو تسلك بها راسك. هو يقول لي الكوري وفاش غدير معايا هادشي هذا نبيعو لك انا بواحد الثمن اللي غيكون مزيان. المغربي لقاها من زعما من الجنة والناس، قال له مزيان. المغربي فكر انه يمشي يعطيه كادو ولا ياخذه هو ولا هبط المغرب هبط المغرب. وصلت فاش سمع الثمن اللي قال له شوف تعطيني 400 يورو نعطيك التليفون، غير هو الشارجور راه ما جبتوش معايا راني خليته في الدار. المغربي قال له ماشي مشكل. قال له جبت التليفون، جبد القلب المغربي ما لقاش فيه لايكلود ما لقى فيه حتى شي حاجه. المغربي عجبو التليفون، خلصوا ليه صافي هبطوا. وصلوا لطنجة هبطوا. المغربي مشى دوز الفاكونس ديالو، دوز الخطوبة ديالو بخير وعلى خير. الغدا اللي غير رجع فيها زعما الديوانة ديال المغرب ما هضر معاه حتى شي واحد. التليفون هو بقى مخدمو، تصور به، دار فيه لابيس ديالو، دار فيه الكونت ديالو. وهنايا في هاد اللحظة هادي ولا في ديك الوقيته اللي كان فيها في المغرب البوليس الإسباني قلجو تا وبدا كيدير التحريات ديالو، وعرفوا شكون هي البنت. واكيد البنت عندها النيميرو ديال التليفون ديالها. النيميرو ديال التليفون ديالها كيكون في التليفون كيف كنعرفو كاملين. هنايا بقاو متبعين الشريحة فين كانت في واحد الهاتف اللي هو ايفون. تواصلوا مع الشركة ولا مع لاجونس اللي شرات منها التليفون، عرفوا لادريس اي بي ديال التليفون ديالها، بقاو متبعينو. قالوا التليفون ها فين كان راه مشى للمغرب. اللحظة اللي رجع المغربي مسكين داز المطار ديال المغرب الديوانة ديال المغرب في طنجة، ما وقفو حتى شي واحد. ولكن اللحظة اللي غيوقف فيها في الديوانة ديال إسبانيا تما وقفوه. السيد ما عرف مسكين باش تبلى، ما وقفوه، شدوا منه الباسبور ديالو، شدوا منه الكارت سيجور، شدوا منه كلشي. قالوا ليه تفضل معانا. المغربي مسكين ما فهم والو، قال الاجراء روتيني على القلاب ولا شكو شي حاجه ولا. هنايا ما حسب راسو تا بدا كيتمنط ونعسوه على الارض. المغربي مسكين ما فهم حتى شي حاجه. داروا ليه المينوط وداوه للكوميساريه. السيد مسكين ما عرف باش تبلى، ما عرف شنو دار. كيقولوا بغيت شنو درت، كيقول ليه صبر شويه وغنقول لك شنو. خلاوه 8 ديال السوايع في واحد البيت سادين عليه تما. المغربي مسكين خرج له عقلو، ما عرفش. اما الانسان ما عارف شنو داير وما طاحش بالو كاع التليفون ولا شي حاجه. تا داز ديك 8 سوايع ما يجيو عنده. قالوا ليه كتعرف هاد البنت هادي؟ عطاو له التصويره ديالها. قال لهم لا. قال لهم نهار فلاني في البلاصه الفلانيه الوقيته عطاوها النهار في كنتي. قال لهم ودي راني كنت جاي في الطريق وها لي بروف ديال لوطوروت وكذا، وراني خرجت من لوطوروت وتمشيت في المدينه وكذا 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 وكلشي. قالوا لي واش كنتي في هاد البلاصه هادي؟ قال لهم واش كنتي في هاد الوقيته هادي؟ قال لهم كنت. وعرفت انني كنت كنطيب الماكله ديالي وارتحيت شويه وتوضيت وصليت باش نكمل الطريق. ملي قالوا لي انت راك متهم بجريمه قتل. المغربي مسكين ما فهم حتى شي حاجه. باش بداو كيقلبوا له حوايجو قالوا لي هاد التليفون ديال من؟ التليفون راه ديال الضحيه. قال لهم مش من ضحيه، التليفون انا راه شريته من واحد السيد هاكي داير هاكي داير هاكي داير في الباطو فاش كنا هابطين المغرب. عطاهم السميه. الكاوري هنايا راه كان ذكي، ما عطاه السميه ديالو نيت. قال له انا راه برتغالي ولكن راني ساكن في اسبانيا. دونك ما عطاش حتى الاسم الحقيقي ديالو ولا المكان الاقامه الحقيقي ديالو. يعني المغربي مسكين ترفع ما عرف شنو غيدير، ما عنده حتى شي دليل ولا شي برهان باش يخرج راسو من هذه الجريمه اللي هو ما ديرهاش ولا بنت ما كيعرفهاش اصلا. البوليس كيف كنقولوا جميع الادله زعما كلها ضد هذا المغربي هذا.
السيد مسكين عيا ما يغوات، شد محاميه، دازو جلسات في المحكمة، ما عرفو حتى شي حاجة. قالوا ليه غدي راه التليفون ديال البنط راه عندك، واش عندك شي بروف بانك شريتي هاد التليفون من شي حد؟ انت في البلاصة فاش وقعت الجريمة كنتي تما، تبعنا التليفون ديالك الشخصي اللي كان عندك انت اللي شريتي من بلجيكا، تواصلنا معهم وقلبنا وعرفنا في الجي بي اس انك كنتي في ديك البلاصة في ديك الوقيته فاش توقعت الجريمة. كيفاش هاد السيد هذا غيبيع لك التليفون وهو كان معاك؟ زعما الخطة محكمة من جانب داك الدوري، كنسميها انا شيطان ماشي انسان اللي غيدير هاد الخوت هذا. هي المغربي مسكين استسلم الامر الواقع، ما عرف مسكين ما يدير، حكم عليه بالمؤبد. دخلات السفارة المغربية، دخلت كذلك المخابرات المغربية في هذه القضية هذه، ولكن ما عرفوش داك السيد اللي قتل ديك البنت أنه وقعت الجريمة والقاتل هو هذا المغربي هذا، لأنه جميع الدلائل كتورط وما عنده منين يخرج منها. العبرة من هذه القصة هذه، وأنا بغيتي تشري أي تليفون سواء آيفون، سامسونج، أوبو، شاومي، أي نوع من الهواتف، حاول أنك تاخدو بلي بروف ولا يكون معك شاهد، ومن الأحسن شري من مول الحانوت ودائما يعطيك واحد الورقة بأنك راه شريتي منه التليفون. ماشي بالضرورة أنه يكون مورا داك التليفون جريمة قتل، ولكن ممكن أنها تكون غير سرقة، غير إلا شريتي المسروق حتى هو كتحاكم عليه. ما عرفتيش ديك السرقة واش تقتل فيها شي حد ولا تضرب ولا تكريسا ولا تقطعت له شي حاجة في الحمو ولا شي حاجة. اللهم من الأحسن الإنسان يدير أتونسيون. هذه القصة ديالنا، وتبقاو على خير.